السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم غادي نشوفوا واحد البسبوسة اللي دارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبوسة باللبن الحامض، كتجي رائعة ولذيذة بزاف وفتية وهشيشة. وغادي نحتاجو ليها مقادير جد بسيطة. عندنا كاس ديال اللوز أولا كاوكاو، هو من الأفضل ديروها باللوز مطحون. ثم عندنا كاس ديال اللبن حامض، اللبن الحامض ماشي يعني حامض بمفهوم ديال أنه حماض. ثم عندنا كأسين ديال عصير البرتقال، وكأس هنا ديال سميد القمح الناعم اللي مُحضّر يعني في البيت، يعني شدينا القمح دينا الطاحونة وصايبنا به سميد ناعم. عندي 3 ديال البيضات بلديين. ثم غادي نحتاجو كاس العنبة ديال الكوك، ونصف كأس ديال الزبدة مذابة، ونصف كأس ديال عسل النحل الطبيعي. إلا ما كاينش ممكن تستبدلوه بالسكر البني. عندنا هنا ملعقة صغيرة معمرة ديال القرفة، وجوج معالق كبار ديال ماء الزهر المقطر. وعندي هنا واحد الخميرة ديال الحلويات اللي هي بيو خالية من الفوسفات، فيها 10 غرام. ودابا غادي ندوزو لطريقة التحضير. هاد البسبوسة كتجي رائعة. غادي نضيفو البيض ديالنا في زلافة، تقدروا تضربوا غير بالطراب يدوي، انا كنفضل الكهربائي لان كيميلونجي مزيان، كيخلي المكونات تنسجم مع بعضياتها. من بعد ما كيطرب البيض غادي نضيفوا ماء الزهر، يعني كيحيد لينا الزفوره ديال البيض. ثم غنضيفوا القرفه وماء الزهر كما كتعرفوا كيعطيو واحد البنه زوينه للحلويات. ثم غنبداو نضيفوا في الزبده مذابه شويه بشويه. الزبده من اصل حيواني، تقدروا تعوضوها بزيت الزيتون حتى هي كتجي زوينه. وغادي نضيفوا العسل. هنا كيف قلت لكم الناس اللي ما متوفرش لهم العسل، انا كنشري العسل من سوبر مارشي، يعني من كاين النعمه، كاين لاغوش، كاينين بزاف من انتاج ديال الهند. يعني ما كنشريش يعني عسل مستورد، ما كنشريش العسل ديال السكر، يعني ماشي الزمزمي، يكون عسل مستورد، عسل من نوعيه جيده. من بعد ما كنضيفوا العسل غادي نعاودو نطربوا هاد المكونات ونضيفوا اللبن الحامض. كما كتشوفوا كاس ديال اللبن. ثم غنضيفوا البرتقال، عندنا كأسين ديال عصير البرتقال. تنحاول ما امكن يعني هاد البسبوسه نحضرها بطريقه طبيعيه. عندنا هنا كاس ديال اللوز اللي حمرت واحد شويه وطحنته، ثم كاس ديال الكوك اولا جوز الهند المفروم. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش اللوز ممكن تحضريه بزنجلان أولا بكاوكاو، أولا ديري كأسين ديال السميد الناعم وتستغناي على اللوز، ولكن باللوز راه كيعطي واحد المذاق رائع. غادي نحاولوا نهبطوا الجوانب ونضربوا مزيان هاد المكونات حتى كتنسجم مع بعضياتها بشكل جيد. ثم غادي نضيفوا الكاس ديال سميد القمح الناعم. هنا كناخد القمح وكان ديال الطاحونه كنقول له صايب ليا سميده رقيقه. كنغربل النخاله كنحيدها، كنحيد الطحين، كتبقى ليا سميده رقيقه، يعني كتنفع في الحرشه في البسبوسه. هنا غادي نميلونجيوها مزيان مع هذا الخليط وغادي نخليوها تشرب مزيان. كيف قلت لكم ضروري تخليو الخليط لان السميده كتشرب، جوز الهند كيشرب، اللوز كذلك حتى هو راه غادي يشرب بعض العناصر ديال السائله. هنا غادي نضيف هاد الخميره ديال خاليه من الفوسفات ومن الجلوتين، فيها 10 غرام. وهنا غادي نخليو الخليط ديالنا يرتاح مزيان تقريبا واحد الساعه حتى لساعتين،
وغادي ناخدو المول ديالنا اللي دهناه بالزبدة ورشيته بجوز الهند. كما كتشوفوا الخليط عقاد، خصو يكون على هاد القوام هذا. يعني غادي نخويوه في المول. ومن بعد ما غادي نوزعو الخليط ديالنا في المول مزيان. لان الخليط كما كتشوفوا بدا كيعقد، حيت كيف ما قلت لكم السميده وجوز الهند راه كيتشربوا. ودابا غادي ندوزو نسخنوا الفرن ديالنا. كما كتشوفوا الفرن غادي نسخنو على 200 درجه، وغادي نشعل ليه الفوق والتحت. يعني غادي نسخنو على 200 درجه ونشعل ليه الفوق والتحت، ثم غادي نخليه يسخن مزيان وندخلو المول ديالنا ديال الكيك يطيب. كما كتشوفوا حطيته في شبكه تانية، وغادي نخليه يطيب. تقريبا نخليه حتى على ربع ديال الوقت باش طاب. وهذا هو الكيك اولا البسبوسه ديالنا. كما كتشوفوا كتجي غزاله. عندي هنايا واحد جوج كيسان العنبه كبار درتهم في هاد الكغاف باش غادي نسقي البسبوسة ديالي. هي راه أصلًا كتجي هشيشة، راه غير ديك القشرة الفوقانية اللي كتنشف، أمّا هي أصلًا من الداخل داك اللبن كيعطيها واحد الطراوة. كتجي طرية بزاف، كتذوب في الفم. ولكن ما يمنعش أننا نعاودو نسقيوها، نخليوها تشرب وتبرد مزيان. كيزيدها عاوتاني مع عرفتي الحموضة ديال اللبن مع اللوز مع الليمون، عرفتي كتجي غزالة. سورتو من زدنا نكهناها بالقرفة ماء الزهر. والله إلا بغيتكم تجربوها حيت غادي تولي معتمدة عندكم. غادي نسقيوها وغادي نخليوها حتى تشرب مزيان ونديروها في الثلاجة. يعني إلا درناها في الثلاجة دغيا كتشرب. ثم غنزينوها بجوز الهند كما كتشوفوا. أنا زينتها بجوز الهند مبشور. تقدروا تزينوها بكاوكاو كونكاسي ولا بلوز كونكاسي، يعني حسب الرغبة. تزيين حسب الرغبة حسب المتوفر. أنا كان متوفر ليا فقط يعني جوز الهند وزينت به. ممكن تعاودوا تزينوا بوريدات ديال الورد البلدي داك الغوز، ديروا يعني تقطعوها وتزينوا بها. ودابا غادي نقطع معكم ونوريها معكم عن قرب. كما كتشوفوا بسبوسه هشيشه، شوفوا كيفاش كتقطع، كيفاش دايره، يعني فتيه بزاف. أمّا للدرا ما نعاودلكمش، لأن من طبيعة الحال كما كتعرفوا السكر كيغبّر النكهة ديال جميع المواد. شتي فاش كديروا العسل، والله إلا واحد المذاق رائع، رائع بزاف، رائع. والبسبوسة كما كتشوفوا ها هو القوام ديالها لذيذة بزاف. نتمنى أنها تعجبكم وتجربوها وتخليو لي الرأي ديالكم في التعليقات. وشكرًا بزاف على المتابعة. إلى فيديو آخر مع وصفة جديدة إن شاء الله.